ناس كتير بتاكل في الشارع أكتر ما بتاكل في البيت، والفيديو ده هتشوف فيه أغرب أكلات ممكن تشوفها. هتستمتع بمهارات الطباخين الأمهر على الإطلاق. الفيديو دسم ومليان لقطات، لو مشوفتهاش بعينك مش هتصدقها. خليك معايا للآخر وصلي على النبي في التعليقات وشوف باقي الحلقات من داخل القناة. ده طباخ في شركة كرواسون بيشتغل أسرع من خطوط الإنتاج. في اليابان عندهم نوع حلويات اسمها موتشي، اللي جربها قبل كده يقول لنا في التعليقات. موتشي عشان يعملوها لازم يضربوها ضرب قاسي لوقت طويل، والغريب ان بعد التعذيب ده كله بيقال ان طعمها جامد جدا. احرف طباخ بيعمل كريب وبيتزا في العالم، بيلعب بالعجين لعب ولا كريستيانو في الكورة، وأسعاره رخيصة، الكريباية ب20 جنيه. مشهد أكيد هيصدمك بس هو شيء عادي عند الهنود. شوف حجم الطبق والمكان اللي بيسيحوا فيه السمن وبيطبخوا فيه. الطباخ ده مستواه رهيب في تقليب الأكل، وبيتهيألي لو انت مكانه كنت هتلم نص الأكل من على الأرض. ركز كويس هتلاقي مفيش فتفوتة وقعت منه. الله يبارك لك يا عم الحاج. ده واحد بيعمل أكل للعمال في صندوق الحفار. بطريقة ما قدر يقلي البيض ويشوح اللحمة ويعمل الخضار، ووفر للعمال وجبة ساخنة وشهية. الفكرة غريبة وجديدة في نفس الوقت، وأنا لو ما شفتهاش بعيني ما كنتش صدقت. الشواية دي للبيع، اللي عايز يشتريها يسيب تعليق. أغرب نوع حلويات ممكن تشوفه مشهور جدا في الصين. البتاعة اللي قدامك دي بتوصل لحجم ضخم جدا جدا جدا. أنا والله اتجننت بسبب الحاجات الصينية اللي بشوفها. هنا بطلب منك تركز على دقة الطباخين المصريين دول، وأتحداك تلاقي فتفوتة وقعت في الأرض، وده دليل على مهارة المصريين حتى في الطبخ. الراجل ده رسام مش بتاع كريب. عمرك شفت كريب ملون قبل كده؟ الرسمة تحفة، ما قلناش حاجة، بس عاوزين ندوق الطعم. أجمل بيتزا هتشوفها في حياتك. الطباخ ده فنان، هيعمل بيتزا تتصور معاها. حقيقي أنا لو قدام تحفة زي دي مستحيل أكلها. الراجل ده مبدع لأبعد الحدود. بيرسم بالصوص والشوكولاتة على السطح الساخن، وبعدين بينزل بالعجين عشان يطلع وجبة لذيذة مع رسمة انمي احترافية ومدهشة. سبحان الله يا جدع. انا مش عارف هو بيعمل ايه، بس حاسس ان في حاجات غلط. لو عرفتها قولي في التعليقات. ده واحد بيطبخ بالرملة لانه شايف ان الزيت مضر. يا ترى في حد فيكم ممكن ياكل اكل معمول بالطريقة دي؟ خبز النان او خبز التنور من اشهى الخبز في العالم، لكن طريقة تحضيره صعبة ومش اي حد يقدر يعملها. واللي انت شايفه ده من امهر الخبازين لخبز التنور، واللي بيغطس فيه ده فرن التنور اللي بيعملوا فيه عيش النان. حد فيكم عنده الشجاعة يشتغل الشغلانة دي؟ ده أسرع واحد بيعمل عيش في العالم، وحرفيا متمكن في الشغلانة. رغم صغر سنه محترف وسريع وشارب المهنة من صغره. ويا ترى من رأيك ده لما يكبر هيعمل ايه؟ ده أغرب فرن ممكن تشوفه في حياتك. وللمعلومة ده مش عيش، ده اسمه عندنا بالتاو. يا ترى في بلدك اسمه ايه؟
ده أحرف وأغلى واحد بيعمل غزل بنات في العالم، والحقيقة أنا مش عارف هو عامل وشه كده ليه. الراجل ده من سرعته حسيته مكنة تقطيع، بيعمل طن السلطة في ساعة. الشيف ده هيعمل تحفة فنية من الأكل، وبصراحة أنا معرفش نوع الأكلة دي إيه، بس لو أنت مكان الزبون إيه أول حاجة هتاكلها؟ إيه رأيك في الحرفة الفريدة دي؟ حرفي في خبز الرو بيمسك العجين بمعلقة واحدة فوق النار، وفي ثواني عيش الرو بيتنفخ وبيكون جاهز للأكل. الفيديو مليان مفاجآت، بس عجبني أوي حركات ورقص الطباخ ده. دول مكانهم في برنامج مواهب، بيرقص بالعجين بطريقة أبهرتني بصراحة. أنا مش لاقي تعليق يوفي مهارة الطباخ ده، بس هو يستاهل لايك وتعليق على الرسمة التحفة دي. لو فاكر ان دول محترفين، احب اقولك انهم لسه بيتدربوا، وهتشوف المحترفين بجد في اخر الفيديو. ده مشهد بيوضح قيمة العمل الجماعي، مفيش اجمل من كده والله. انا مش عارف هي بتعمل ايه، بس عجبتني الطريقة. فرن عيش غريب، بس الخباز تحسه عملي وسريع. الصين مخلتش حاجة إلا لما عملوها يا جدع. انا نفسي ادوق الاناناس ده والله، ومش متأكد اصلا هو اسمه ايه، بس انا بشوفه كتير. حد فيكم جرب الفاكهة دي قبل كده؟ مجرد الفرجة على الراجل ده اخر راحة، ومش عارف ده بان كيك ولا اسمه ايه، اللي يعرف يقولي في التعليقات. لو لسه موجود معايا لحد دلوقتي، ما تنساش تدعمني باعجاب وتعليق على الفيديو، والله وقت ومجهود ضخم جدا عشان اعمله. اشترك وفعل تلقي الاشعارات، شوف باقي الحلقات من داخل القناة. الى اللقاء. لا تبحث كثيرا، فقط على ليفيك تيوب ستشاهد كل شيء ممتع ومثير. متنساش تكتب تعليقك وتسيب لايك على الفيديو حتى نتمكن من نشر المزيد من تلك النوعية من الفيديوهات. إذا كانت هذه أول زيارة لك في قناتنا ليفيك تيوب، لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل بجديدنا. أخبرنا في التعليقات أي من هذه المقاطع نال إعجابك، ولا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة من ليفيك تيوب. نشكرك جدا على المشاهدة. لا تنسى الاشتراك في ليفيك تيوب إن أردت أن تشاهد المزيد من فيديوهاتنا. أراكم في فيديو قادم على خير.